السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. الوصفة تاعنا اليوم حتكون فطائر سهلة التحضير، تجي بنينة وخفيفة، حتعجبكم. تفضلوا معايا نشوفوا الطريقة. في إناء نحط 2 كيسان تاع فرينة، أيضا نزيد نحط كمية تاع الملح، يعني حوالي نص ملعقة صغيرة. نضيف قليل من الماء الدافي ونبدأ نعجن العجينة تاعي. نضمها غير بالماء دافي هكا بالعقل، نحط بشوية حتى وين تتلملي كما راكم تلاحظوا. بعد ما تلمت نزيد نعجنها شوية حتى وين تولي ملساء، العجينة تولي ملساء. من بعد نكورها كريات صغار. طبعا دايما نحط الى لقيت العجينة تتلاصق شوية في يدي نحط شوية زيت هكذا باش ما نقدر نتحكم فيها. نزيد نحط لهم شوية زيت هكذا باش ما يلصقوليش على طاولة العمل، ونغطيهم بكيس بلاستيكي نخليهم يرتاحوا. هنا الحشو عندي طماطم مقطعة مكعبات كما راكم تلاحظوا، عندي زيتون خضر مقطع هكذا دوائر، معدنوس، عندي جبن كما راكم تلاحظوا. بعد ما ارتاحوا الكريات تاوعي تقدروا تخليهم يرتاحوا حوالي نص ساعة. نحط شوية زيت على طاولة العمل ونبدأ نحل كما راكم تلاحظوا. نحلهم كما تحلوا يعني المعارك، لكن ماشي بهذيك يعني ماشي تحلوهمش بزاف رقاق، تقريبا يعني كيما المعارك، لكن ماشي محلولين بزاف باش تقدروا ترفدوهم كما راكم تلاحظوا. يعني هنا العجينة رققتها كي حليتها رققتها، يعني بصح ماشي بالصفة تاع المعارك. نجيب هذاك الجبن اللي كنت قسمته على نصفين، نزيد نحط شوية طماطيش، أيضا الزيتون الخضر معدنوس، ومن بعد نطوي كيما راكم تلاحظوا على الطريقة تاع البوراك. بهذه الطريقة نزيد واحدة أخرى، نحط قليل من الزيت ونبدأ الحل. سهلين تحضروهم بكل سهولة، ما ياخذوش كامل الوقت. نكمل كامل الحبات اللي عندي. أنا كنت جهزت طاوة درت لها شوية زيت ونبدأ نحطهم يتحمروا لي على نار تكون أقل من متوسطة، يعني تخليهم يطيبوا بعقلهم على الجهتين بهذه الطريقة. كما راكم تلاحظوا هنا راني حمرتهم من الجهتين، نزيد تاني نحمرهم على الجوانب باش اللون تاعهم يجي شباب يطيبوا مليح. كما راكم تلاحظوا دوك تشوفوهم جاهزين. كانت هذه هي الوصفة تاعنا، فطائر بنينة ولذيذة وسهلة التحضير، تنجموا تاكلوهم مع أنواع الحساء ولا الشربات. أتمنى تكون نالت إعجابكم هذه الوصفة. في النهاية حبيت نقول لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنت تعملين في المطبخ وأنت في العمل ولا تمشي، عود لسانك بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.